المغرب كلمة حق. ومن البلاد التي لا ينبغي أن يقاتل أهلها بالسيف المغرب كذلك، تقام فيها الصلاة ويؤذن فيها بالأذان، وإن كانت مظالم فالله سائل كلا عما استرعاه. ولكن نصيحتي لملك المغرب أنه ورث عن أبيه ما لا خير له فيه، أن إذا جاء الناس يبايعونه ركعوا له. فأقول لملك المغرب: لو علمت أمر الله ساعة يركع لك قومك لترجلت عن صهوة خيلك ولسجدت بين يدي ربك. فاتق الله، إن الله وهو على العرش يرى قومك يركعون لك كما يركعون له، وإن الله لا يقبلها لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا يقبلها لأحد أبدا، ولن يقبلها لك. فهذا مما يزول به الملك وتزول به النعم ويسخط به الله، فلا حاجة لك بسخط الله، فلست أهلا لسخط الله أن تتعرض السخط. لا يملك أحد أن يتعرض سخط الله، لا ملك ولا ملوك جملة. فيا ملك المغرب انههم عن هذا، ولو ورثوه من قبل، إنك آمرهم وأميرهم وإنهم مطيعوك، فأمرهم بالحق والرشاد وانههم عن هذا، لا حاجة لك بها ولا حاجة لهم بها. وهذا مما لا يطاع فيه الأمير أصلا، الأمير لا يطاع في معصية الله، والركوع لغير الله معصية. فأنا أحقق لأهل المغرب هذا: أطيعوا الله ألا تركعوا لغيره، وأطيعوا الله ألا تخلعوا سلطانكم وألا تقاتلوا. فطاعة الله ألا تطيعوا ملكا في معصية الله، وألا تخلعوا ولا تنزعوا ملكا أقام فيكم الصلاة، وأميركم تحت هذا. فلا تركعوا إلا لله، ولا تخلعوا من أقام فيكم الصلاة.